السلام عليكم. وكما أنتم عارفين دابا اليوم الثامن ديال نظام الطيبات. آآ أنا بزاف ديال الناس نسمعهم تيقول لك بأنهم يعني حسّوا بتحسُّن من أول يوم، من تاني يوم، من تالت يوم. أنا بالنسبة ليا النظام لأنني أنا كنت عليه ديجا قبل كما قلت لكم أنا ضفت غير الخضار اللي حيّيت، سينو أنايا الحليب، الدجاج، البيض، والخبز بالجلوتين كنت أنا محيداهم أصلًا، وبما أن عندي مشكلة في المعدة، فأنا الحاجة الوحيدة اللي أنا نأكدها ليكم أن لو عندكم عسر هضم أو ألم في المعدة أو جرثومة المعدة وكليتوا الروز طبيعي يعني أبيض، فكونوا متأكدين أن المعدة ديالكم عاد ترتاح، لأن أنا كان عندي يعني مع النظام وكان عندي عسر هضم، ما عرفتش منين جاني داك عسر الهضم، ممكن من اللخبطات اللي كنت ملخبطة قبل من حيت مرة كنت نخرج على النظام قبل ما نتبع نظام الطيبات، ولكن منين رجعت لنظام الطيبات في الأسبوع كله رغم أنني مواظبة على نظام الطيبات ما تناكل حتى شي حاجة خارجة على المسموحات، فكان عندي عسر هضم. والبارح كليت غير رز أبيض بلا حتى شي حاجة دابا نحط لكم فيديو، واليوم معدتي صبحت مرتاحة ما عنديش عسر همض، مرتاحة، 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 مرتاحة. فالرز أكيد اللي عنده مشكلة ياخد رز وغادي يحس بواحد الفرق كبير. الأشياء التانية أنا مازال ما شفتهاش وإحنا مع النظام ونشوفوا أشنا هو التغييرات والتحسنات الجديدة، فأنا تنأكد لكم بعدا على الرز أنا دائمًا ملي تكون عندي مشكلة في المعدة وعسر هضم تناكل رز أبيض بماء وملح وزيت زيتون أو زبدة، فخليكم على الرز صباح الخير. وفطورنا اليوم شاي أخضر كما غيرت، زيت زيتون مع ملعقة عسل، ملعقة واحدة عشان ما ناكلو سكريات كتير، وخبز الحبة الكاملة، ورقة محبة كاملة. هذا هو الفطور ديالنا. وحبيت نقول لكم بانني لاحظت ما انا لاحظتها قبل بما قلت لكم انا كانت عندي مشكلة معدة، ف اللي عنده يعني عنده عسر هضم او عنده قرحة او عنده قولون عصبي في الاول، يعني لما ياكل بس رز من غير اي شيء غادي يرتاح لواحد الدرجة كبيرة، لأن الرز فعلا تيريح المعدة. هذه عن تجربة قبل وعن تجربتي دابا مع الرز. ولكن الناس اللي تقول لك انا تناكل الرز والبطاطا وخسرت وزن، انا ما فهمش كيفاش خسر وزن لان فيه نشويات. انا بالعكس على الميزان ما خسرتش حتى غرام. المهم ممكن يكون ياكل كمية اقل، الله اعلم. المهم انا تناكل رز وبطاطا، يعني في الميزان يعني ما خسرتش وزن. اللي خسر وزن يفهمنا كيفاش يعمل ليها. يلا شكرا، نخليكم مع تتمة الفيديو. السلام عليكم. وجبتنا اليوم غير الرز ونحط مع شويه زبده، شويه زبده هيا، لان كما قلت لكم معدتي مع نظام الطيبات وعندي عسر هضم، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. معدتي مخصماني هاي الايام رغم انني هانه ندير نظام الطيبات، واليوم خديت غير الرز لانه هو الوحيد اللي تيريحني بهذه الطريقه، يعني ما تكون مع حتى شي حاجه، لا لحم لا دجاج لا حوت. انا اليوم غير الرز. وموعدنا في الوصفات اليوم ما عندناش بزاف ديال الوصفات، فصون رز بطاطا. نعطيكم اخر الاخبار للمعده واش فعلا تعالجت ولا لا، لان صار لي دابا 7 ايام وعندي عسر هضم، اللي كليتو ما تنهضموش رغم انني ما تناكلش اشياء كثيره. راه شفتوا اشنو تنشارك معكم هو اللي تناكل، ومع ذلك عندي عسر هضم. فهذا هو الغداء ديالنا، والغداء والعشاء. الله يشافي الجميع وتبقاو على خير وكلوا داكشي اللي تيريحكم.